it's a university or it's an university. النهاردة هناخد الفرق ما بين a و an وإمتى بستخدمهم. What is the difference between a and an؟ أنا بستخدمهم قبل الأسماء والصفات المعدودة، يعني قبل حاجات أقدر أعدها سواء noun أو adjective. يبقى أنا بستخدم a و an قبل الحاجات الأسماء والصفات المعدودة. يعني ما ينفعش أعد المية الووتر، لأ. ما ينفعش أعد تي شاي، ما أقدرش أعد تي، ولا أقدر أعد رايس. فدي حاجات غير معدودة بستبعد عنها a و an. ينفع استخدمهم مع a و an، ينفع استخدمهم بس في حالات معينة أو بطريقة معينة هناخدها بعدين. خلينا دلوقتي ناخد امتى نستخدم a وامتى نستخدم an. الان قبل الفاول فويس، ركزوا معايا كويس، مش الفاول ليترز، الفاول فويس. ايه هما الفاول فويس؟ A O I U E، احفظوهم كويس. طيب انا مثلا عايزه اقول انا اكلت التفاحه، يبقى I ate an apple yesterday. انا شفت فيل امبارح، I saw an elephant yesterday. مثلا I have an idea، انا عندي فكره، I have an umbrella. امتى بقى بستخدم بستخدمها قبل الكونسونانت فويس. اي حاجه تاني غير الفاول فويس بستخدم فيها زي مثلا I have a cat، he has a dog، I see a table، I have a boy. لو بنش على السؤال it's a university or it's an university. a university الصح هي it's a university. ليه؟ رغم ان university اولها يو بس الفويس بتاعها هو y، فالواي consonant voice فتاخد طيب uniform ولا an؟ the same. uniform a uniform not an uniform. so بقول I have a uniform. a useful idea a useful idea، ما قلتش an. a useful idea. a unit a YouTube channel. يبقى انا كده قلت لكم الحاجات اللي هي يعتبر خارج الأ والآن النورمال اللي احنا عارفين. خدنا ان مش كل الكلام اللي بيبتدي بفاول ليترز اعتبره كده ان هو فاول فويس واستخدم معاه ان. برضو في كلمة زي hour اولها h، هل انا كده اقول hour؟ بقول an hour. ليه؟ علشان الفويس بتاعها vowel voice، فبقول an hour. there is an hour. I have an hour. okay. he is doctor. ولا an؟ a doctor. I saw cat outside. I saw a cat outside. أنا شفت قطة برا. This is great idea. This is a great idea. I need umbrella. An umbrella. She ate apple for breakfast. An apple. He is engineer. An. This is important topic. This is an important topic. important هنا adjective، وانا قلت ان انا بقدر استخدم و an قبل الادجكتيف. طيب مع بقى الكلمات اللي هي غير معدودة، ازاي اقدر استخدم معاها و an زي رايس، زي تي، وزي water. انا عايزة اقول ان انا معايا كوباية من الشاي، كوباية دي معدودة، ف I have a cup of tea. I have a cup of tea. عايزة اقول ان انا معايا ازازة مية، I have a bottle of water. I have a bottle of water. اوكي. عايزة اقول ان انا معايا كيلو رز، I have a kilo of rice. دلوقتي بقى هناخد slow podcast، هو صغير جدا بس هيكون فيه و ان كتير، وعايزاكم تسمعوا كويس علشان نتعلم منه. اوكي. Let's start. Hi everyone. Today let's practice a and an in a simple way. In the morning, I like to start my day with a cup of coffee and an easy plan. Before I work, I choose
a task and make an effort to finish. Learning English is a daily habit, and every day brings an opportunity to improve. That's it. A few words but an important rule. كده خلصنا. هسيبكم مع شوية example. See you soon.